تعرف يا صديقي انك وانت نايم بتخس دهون؟ اسمع القصه. لما بتكلم مع العملاء بتوعي واقول لهم انك بتخس دهون وانت نايم، يقول لي طب ازاي يا كينج؟ انت كنت بتقول في فيديوهاتك انك وانت نايم بتحرق سعرات حراريه اقل، طب ازاي من ناحيه ثانيه بتقول لي انا هخس دهون؟ انا اقول لك الحقيقه كامله. اعلى معدل حرق في الدقيقه بيكون وقت التمرين، لانك بتتحرك وبتتنفس اسرع وعضلاتك شغاله طول الوقت وبتستهلك اكسجين وجلوكوز. لكن على مدار اليوم كله الجزء الاكبر اللي بيستهلكه الجسم من السعرات الحراريه بيجي من حاجه اسمها البي ام ار. طب ايه بي ام ار ده يا كينج؟ ده معدل الحرق اللي بيستهلكه جسمك وقت الراحه، انك تكون قاعد او ساكت او نايم. العمليات دي زي التنفس وضخ الدم واصلاح الخلايا وافراز الهرمونات بتستهلك لوحدها من 60 ل 70% من السعرات الحراريه بتاعت اليوم كله. يعني كده ببساطه التمرين بيستهلك سعرات حراريه ايوه عاليه، لكن بفتره مؤقته، لكن النوم والراحه هم اللي بيكملوا الحرق لليوم كله. يعني لما بننام كويس يا صديقي الجسم بيفرز هرمون الجي اتش اللي هو هرمون النمو، ده بيزود العضلات ويحرق الدهون اكتر. طب ايه اللي بيحصل يا كينج مع قله النوم والسهر؟ اولا كده خليني اقول لك انك عندك هرمونات مسؤوله عن تنظيم الشهيه في الجسم، وهم الليبيتين والجريلين. يعني يا صديقي لما بتنام كويس الجسم بيفرز هرمون الليبيتين، فالمخ يقول لك هوب انت شبعان، فتعرف تتحكم في شهيتك كويس فتاكل اكل صحي وخفيف. ومع السهر المستمر والنوم القليل جسمك يفرز هرمون الجريلين، فالمخ يوصل له الاشاره فيقول لك انت جعان حتى لو انت مش محتاج الاكل ده. الجسم كده بيقول لك من الاخر انك تحت ضغط او نقص طاقه. يعني من الاخر كده تتمرن كويس، تنام بدري من فتره ل7 ل 8 ساعات، جسمك يبني خلايا احسن، يفرز هرمونات منظمه وتحرق دهون اعلى. ولو عايز تعرف اكتر عن هرمونات الجسم اعمل لي كومنت. كان معاكم احمد الشين بطل مصر الماني في رياضه الكيك بوكسنج. سلام عليكم.